لو هتسيبي ابنك يخسر درجات في الانجليش عادي، كملي سكرول عادي وعدي الفيديو. انما بقى لو عايزاه يقفل في الدرجات، مع المراجعه بتاعت النهارده هياخد اللي ما خدوش طول الترم. ركزي قوي قوي في المراجعه دي. سنة تالتة ابتدائي، ركز معايا عشان امتحانك يوم الأحد بإذن الله. المراجعة دي ركز فيها كويس. بيقول لك هنا إيه؟ I like. تمام؟ أنا مبدئيا عايزك تعرف إن كلمة like هنا ما ينفعش يجي بعديها verb. تمام؟ verb الحالو. يعني إيه verb الحالو؟ يعني ما ينفعش تيجي بعديها play. خلاص كده؟ ما ينفعش تيجي بعديها verb كده infinitive. لا، مش هينفع، هيكهربوا بعض. فبالتالي I like لازم يجي بعديها verb في ing. ليه؟ عشان هتتقلب ing verb مع ing يتقلب اسم noun. I like playing, listening, drawing to pop music. كلمة pop music يعني موسيقى. طالما الموضوع فيه music اعرف على طول ان انت هتحب سماع الموسيقى. ما هنا listen يعني يسمع، فلما تضيف لها ing يبقى ايه؟ سماع، الاسم نفسه بتاع الحاجة. بس انا مش هينفع، خلي بالك دي اول تكة عايزك تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ لايك ما ينفعش تيجي معاها غير verb معاها ing عشان هيتقلب noun. I like playing, I like running, I like swimming. خلاص. لكن الموضوع لو في ميوزك اعرف انك هتحط ايه؟ listening. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لك علي takes. كلمة takes يعني يأخذ. وليه حط الاس؟ علشان علي مفرد. علي takes pictures, magnets, photos. طب يا ترى المفروض انا اختار انهي واحدة منهم؟ واحد هيقول لي انا عندي 2 شاكك فيهم، pictures وفوتوس. خلي بالك انا مش عايزاك تتلخبط في حاجة زي كده. ليه بقى؟ لان كلمة takes ياخذ، فانا هلقط صورة بالايه؟ بالكاميرا او بالموبايل، فمش هتبقى pictures دي صورة مرسومة. انما انا عندي هنا تيكس بياخذ، فهتبقى فوتوس. اتفقنا؟ نيجي نشوف اللي بعدها. I don't like ايه بقى؟ انا عندي 3 اختيارات هنا. ال3 اختيارات دول انا عايزاك تركز فيهم، عشان اللي بعدهم انا هبص عليه هعرف اختار ايه. هنا مكتوب ايه؟ songs يعني اغاني. طيب معنى كده ان انا I don't like انا مش بحب ايه؟ singing songs يعني سماع الاغاني. نيجي نشوف رقم 4. It's not past 5. انا عايزك تركز بقى في الحته دي كويس جدا. ده موضوع الايه؟ موضوع الكلوك ده بيلخبط ناس كتيره جدا. انا هشرح لك هنا في الورقه دي ان كلمه half يعني كلمه نص، وكلمه quarter يعني ربع. تمام؟ يبقى انا عندي half يعني نص، quarter يعني ربع. طيب كلمه to يعني الا، كلمه past يعني و. طب فرضا انا عايزه اقول مثلا 5 وربع. لو انا هقول 5 وربع وانا مصري، فالاجنبي هيقولها من هنا. هنقول كلمه ربع اللي هي ايه؟ كوارتر. و هتبقى ايه؟ past 5. وعلى هذا الاساس هنشتغل. 6 وربع quarter past 6. 7 وربع quarter past 7. طيب لما اقول مثلا 7 إلا ربع هقولها ازاي؟ هقول quarter to 7. لو هقول 2 إلا ربع فهقولها quarter to 2. بس كلمة to التانية اللي هي رقم 2 اللي هي دي. تعال نشوف المسألة بيقول لك ايه. It's not past 5. هو عايز يقول حاجة و5 أو 5 وكذا. هقولها ازاي؟ هل هتيجي have past 5 زي ما مس رغدة قالت لك من شوية have past 5، ولا 2 ده 2 رقم 2 مش هينفع نجيبه ونجيب بعدها past. الكلوك دي كلمة بالظبط اللي هي الساعة بالظبط، فمش هينفع نجيبها، دي بتيجي في آخر الايه؟ في آخر الجملة. يبقى هنا هختار it's half past 5. what ولا when ولا how are you doing؟ الإجابة بتقول لك I'm playing tennis. أنا لازم أبص على الإجابة الأول عشان أعرف أختار إيه. I'm playing tennis يعني أنا بلعب تنس. فمعنى كده إن اللي سأله قال له إمتى بتلعب، ولا إزاي بتلعب، ولا بتعمل إيه؟ بتعمل إيه طبعا. What are you doing؟ I'm playing tennis.
what do you do on the. خلي بالك بقى من حرف الجر on. on ده بيجي مع أيام الأسبوع، بيجي مع أيام الأسبوع. يعني لما أقول لك مثلا Monday، خلاص، Saturday، أي يوم لحد Friday، أي يوم من أيام الأسبوع هياخد إيه؟ on. بس ما يبقاش فيه فاصل، فهمني؟ يعني مثلا on Monday على طول. شايف؟ يعني مثلا هنا إيه؟ أهي on Monday، مفيش فاصل في النص. طب يا مس رغدة لو جه فاصل the on the، ينفع احط Monday؟ لا ما ينفعش. في الحالة دي هنحط ايه؟ في يوم العطلة، في يوم الأجازة، اللي هو ايه؟ on the weekend. خلاص؟ on the weekend. تعالى كده نشوف. هو بيقول لك هنا ايه؟ what do you do on the، وسكت. في الحالة دي كلمة ذا موجودة، مش هينفع نحط Sunday لأنها يوم الأحد، مش هينفع نحط Friday، هينفع نحط on the weekend. اتفقنا؟ We have friends. احنا عندنا أصدقاء who need special، اللي هم بيحتاجوا ايه خاص. عندنا أصدقاء بيحتاجوا ايه خاص؟ عمل خاص ولا go ولا help؟ طبيعي في أصدقاء بيحتاجوا special help. أول ما يقول لك إن في أصدقاء عندك إن بيحتاجوا إيه؟ special إيه؟ ميزها على طول إن هم محتاجين مساعدة خاصة، اللي هي إيه؟ special help. معايا في كلمة I am not football. أنا برضو عايزاك تركز في التكة دي شوية. إيه هي بقى؟ بص يا سيدي، أي لعبة بتتلعب فوتبول أو باسكت بول، تمام، أو هاند بول، على طول في الحالة دي أنت هتحط الفيرب اللي قبلها play. اتفقنا؟ يلعب كرة قدم، يلعب كرة سلة، يلعب كرة يد، يبقى يجي معاها الفيرب إيه؟ play. طيب خلي بالك إن هنا I am. طيب يعني أنا معناها إيه I am دي؟ لما تبقى الآي وراها هنا عصايتها اللي هي الام، اللي هو بيختصرها I am، اعرف على طول إن الفيرب لازم يجي معاه ing. يعني أنا ألعب دلوقتي. خلاص؟ امتى اجيبه من غير ing؟ لو جت كده، لو جت الاي مش بعدها العصايه دي، تعمل اي بلاي على طول. اتفقنا؟ لكن لو جالك I am في الحاله دي هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل playing. ركز، احنا قلنا منى is، طالما في is وفي verbs اعرف انك هتحط الفيرب انهي اللي فيه ing. وهنا بيقول لي فوتوس، صور دي بتتلقط، يبقى انا من غير ما افكر هحط taking. اللي بتلخبط كل ولادنا I like eating fruit، وبعد الأقواس جاب لي vegetables. في الحالة دي أنا هعمل كده، كلمة but وكلمة and وكلمة so، دول 3 روابط. إيه الفرق بينهم؟ بيربطوا الجملة الأولى بالجملة الثانية. بس في الحالة دي البط هنا لو هنا في نفي وهنا في إثبات. يعني إيه يا مس رغدة؟ يعني I don't like playing football، أنا مش بحب لعب كرة القدم، but I like playing basketball، بس أنا بحب لعب الباسكتبول. يبقى هنا في نفي وهنا في إثبات. لو شفت هنا عكس هنا حط but على طول. and دي استخدمها إمتى؟ استخدمها في حالة إن هنا في إثبات وهنا في إثبات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني I like مثلا playing، I like playing football and مثلا handball. بيقول لك I have lunch نقط 6 o'clock. أنا عايزك تعرف إن الساعة دايما بيجي معاها حرف الجر at. أول ما يجيب لك ساعة هنا من غير ما تفكر حط حرف الجر at. بيقول لك هنا we نقط tennis at 7 o'clock. لازم تعرف ان ما ينفعش تاخد الاي ان جي. قول لي ليه بقى؟ عشان وي مش بعديها ار. الحاجات دي لازم تفكر فيها قبل ما تحل. يعني لو جالك وي
ما تبصش على الاي ان جي اصلا. ليه؟ لان مفيش ار. طيب هاخد اللي فيها اس برضو؟ لا، لان الوي واليو والزي والاي ما بيحبوش الاس. في الحاله دي انا هاخد الفيرب انفينيتيف من غير اي زياده. what time. هي ات، انا عايزاك تبص كده على بعد القوس كده. هي ات دي بتاخد ايه؟ عصايتها ايه اصلا في العادي؟ يعني شي والهي والات عصايتهم ايه؟ عصايتهم از. فهتقول لي بس مكانها بيجي بعدها. ماشي، بس ده ايه؟ كويتشن. فهتيجي الاز قبلها. علي كانت. علي كانت يعني علي لا يستطيع. خلي بالك بقى قوي قوي من التكه دي. كلمه كان يستطيع، كلمه كانت لا يستطيع. خلي بالك من دول جدا. بيجي بعديهم الفيرب بدون زياده. اول ما تلاقي كان وكانت اعرف ان انت هتحط كده. يعني مثلا لما اقول كانت هير لا يستطيع ان يسمع. كانت بلاي لا يستطيع ان يلعب. ما ينفعش احط زيادات هنا خالص. تمام؟ او كان بلاي كان هير هي سواء كان او كانت مش هينفع تحط اي زيادات. يبقى في الحاله دي كانت هحط معاها هير. وتالت بيت في السؤال المفروض هيبقى الاسم بتاع الشخص او الضمير لو مش موجود الاسم. يعني مثلا what is أميرة، what are you، او what are your family. خلاص كده؟ تمام. البيت الرابع هتحط الفيرب بس بحالته على حسب. يعني ايه بحالته على حسب؟ يعني لو جت do does did او كان، اعرف في الاربع حالات دول انك هتحط الفيرب معاه infinitive بدون زياده. انما لو في is و are موجودين اعرف انك هتحط الفيرب معاه ing. خلي بالك من دي كويس جدا. I to school now. انا عايزك تاخد بالك كلمه now قوي 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 دي معناها كلمه الان. واول ما تشوف كلمه الان هتعمل كده. هتاخد بالك ان الاي او الشي او الهي او الات او اي ضمير من دول عايز عصايه يا باشا. عصايه ايه؟ عايز الام او الاز او الار. ده كل ده عشان شفت ناو. طبعا عشان شفت ناو اللي هي الان، فلازم يبقى present continuous اللي هو ايه؟ المضارع المستمر. دي وبعدين العصايه دي وبعدين الفيرب اللي هتحطه، الفعل اللي هتحطه زود لي عليه ing. عشان انا كده قلت لك ايه؟ I to school now. اعرف على طول ان عايزه العصايه اللي انا قلت لك عليها اهي am going. Sandy تمام to the park every week. خلي بالك من every دي مفتاح. بيقول لك خلي بالك انت هتستخدم present simple اللي هو ايه؟ المضارع البسيط. اول ما تلاقي every اجري على طول. بص، لو في شي وهي وات حط للفيرب اس. لو من غير كده حط الفيرب من غير اي حاجه. اتفقنا؟ اول ما تلاقي تاني اول ما تلاقي في اي كلمه اعرف على طول انك هتبص على الكلمه دي. ساندي، محمد، تامر، احمد. اي اسم مفرد حط له اس في الفيرب. غير كده حط الفيرب لوحده. هتبقى goes. Do you like collecting magnets؟ السؤال بدأ بدو. طيب اوكي، تعال نشوف الإجابة بتقول ايه؟ no. في الحالة دي الاي دي جت ليه؟ لأن اليو بتتحول اي في الإجابة. no I. طالما قال لك no هات أختها النفي اللي هي بتخلي الدو don't. no I don't. he is draw a cat. هو هنا اول ما يلاقي بين الاقواس ده بيقول لك ايه؟ الفيرب ده عايز يتصلح، اعمل له correct. طيب draw مش هتبقى كده. ليه؟ عشان في is، وطالما في is حط ing. يبقى drawing. the playing football every week. فاكر لما قلت لك كلمة every؟ هو ازاي every وفي ing؟ الموضوع كده غلط. ليه؟ لان احنا قلنا every she وهي وات الفيرب معاه اس، غير كده معهوش حاجه. وهنا الزي مش من ضمن الشي والهي والات، يبقى الزي بلاي لحالها. طيب ندى watch TV.
1 hour a day. 1 hour a day يعني ساعة في اليوم. ساعة في اليوم دي أو ساعة كل يوم معناها إن دي متعودة عليها، يبقى ده present simple. طب هنا ندى، ندى مفرد صح؟ يبقى عايزة إيه؟ عايزة watches اللي هي إيه بقى؟ أضيف لها اس. بس خلي بالك في الحالة دي في إن الفيرب لو انتهى، الفيرب بيكلمك وبيقول لك لو شفتني آخري اس، اس اس، اس اتش، سي اتش، اكس او زي، حط عليا اي اس. يعني لو شفتني اخري واتش يشاهد، اخري سي اتش اهو، ما تحطليش اس، حط عليا ايه؟ اي اس. يبقى انت الصندوق اللي فوق ده لو الفيرب انتهى بحاجه منهم هتحط اي اس مع شي وهي وات، يبقى هتبقى واتشز. هتبقى ايه؟ واتشز. طيب خلي بالك دي بقى اساس اللخبطه لكل الطلبه. وجايب لك بي بين الاقواس وبيقول لك صلحها لي. انا عايزاك اول ما يلاقي لك ويقول لك حط بي هتعمل بي، اوعى تصلح فيها حاجه. بي طريقين، طريق مضارع وطريق ماضي. لو جالك بي الجمله مضارع هتحط له يا اما از يا اما ام يا اما ار. ولو جالك الماضي هتحط له يا اما was يا اما were. يعني هو لو حب يصلح بيه انا ماليش دعوه بيها، هشوف الجمله مضارع هختار واحده من دول على حسب الايه الاولاني، ولو هو ماضي هختار واحده من دول. ركز في دي قوي، خدها سكرين شوت عشان تكتبها عندك في الدفتر عشان ما تنساهاش. تمام؟ يبقى انا عندي هنا الوي، هنا بلاينج ده عايز عصايه. طب ده مضارع كده، يبقى البي هنا هتبقى ار عشان وي. I have a car. خلاص. 2 buses يعني انا عندي عربيه واتوبيسين. كده ما نفاش، هنا ما نفاش حاجه، هنا ما نفاش حاجه، يبقى ما تبقاش بط بقى، لان ده ما نفاش ده. يعني وجود ان عنده عربيه ما نفاش ان عنده بصين، يبقى الموضوع فيه انت. انا عندي ده وعندي ده. تمام. is وطالما بدات باز اعرف ان question. is she الموضوع فيه is، بس is جايه هنا المفروض. لا، لو جت هنا يبقى سؤال عادي جدا، بس ما تحطش سينج بقى. لا، ليه؟ عشان في is هتحط ايه؟ singing. طيب ركز معايا على كلمة I like. أنا قايلة لك في أول الفيديو like ما بتجيش وراها verb infinitive، بتيجي وراها verb في ing. وخلي بالك الفيرب هنا اللي هو take في e، عشان تضيف لها ing لازم تلغي الاي خالص وتحط ing، هتبقى taking. it is eating. طالما الموضوع فيه عصايه حط لي ing من غير ما تفكر بقى خالص ومن غير ما تاخد معاك مجهود. طب هنا احط ing، لا ما تتسرعش، استنى اقرا الجمله لاخرها. he drank milk every day. طالما شفت every والمفتاح بتاعنا اقف ستوب كده 1 second وتعالى بص على الهي. الهي هنا بتحب الاس، يبقى طالما شفت every هحط drinks. I like playing sports. انا بحب لعب الايه؟ السبورت. والناحيه التانيه بيقول لك I don't like playing music. يعني انا ما بحبش لعب الموسيقى. هنا اثبات وهنا نفي، يبقى ايه يا باشا؟ يبقى بط. she not collecting magnets. like ازاي؟ والشي ما بتحبش غير الاس، تبقى likes. وخلي بالك جاب لك بي تاني اهو عشان تبقى عارف. what not you doing معناها ايه؟ معناها ان بي عايزه is او are او am، ففي الحاله دي هتبقى what are you doing؟ بتعمل ايه؟ طيب he is now دلوقتي اللي فيها ing على طول تبقى going. I don't go to school
not Fridays. Friday يوم الجمعة، أنا مش بروح المدرسة يوم الجمعة. أيام الجمعة وأيام الأسبوع بتاخد on. I like taking photos. I like singing a song. هنا I like، هنا I like، يبقى الموضوع فيه and. لو افتكرت إننا خلصنا يبقى مستنياك المفاجأة. الجوكر لسه ملعبش آخر كارت.